بعد يوم طويل جدا من عزومه في رمضان في بيتي، تعالوا اقول لكم ايه اكتر الحاجات اللي انجزت معايا في اليوم دوت. اول حاجه استخدمتها صابون المواعين ده من ماي واي، ريحته حلوه قوي، واحلى حاجه فيه ان هو بالجليسرين، فما لاحظتش ان هو بينشف ايدي خالص، ورويته حلوه قوي وانجز معايا جدا. البوتاجاز واكتر حاجه انجزت معايا فيه هو باور من ماي واي، وكان لازم يترش على الحوامل والبوتاجاز كله لان هو كان عليه دهون كتيره قوي. انا شلت بس من عليه بواقي الاكل اللي كانت واقعه، وبعد ما خلصت باور وشلته من عليه استخدمت برايت من ماي واي، ريحته حلوه قوي وبيخلي الاستانلس بيلمع من غير ما يسيب اي اثر للتجيير ولا بيبقع البوتاجاز. وطبعا كان لازم المع العيون بعد ما خلصت لان هي كانت مجيره قوي من الاكل اللي كان بيقع عليها. استخدمت كلين برده بيلمع الاستانلس حلو قوي، بس انا بستخدمه للعيون بتاعه البوتاجاز، بتركعها كانها فعلا جديده. وهنا كنت خلاص قربت اخلص المطبخ، وبحب جدا اكنس الارض قبل ما بمسحها عشان ما يبقاش فيها اي بواقي من الاكل او التراب او اي حاجه. ريحته حلوه قوي وما بيسيبش الارض مجيره خالص، وكمان بيديها لمعه حلوه قوي. اما كلين تو اول دوت بستخدمه لكل حاجه في المطبخ للتعقيم. طبعا اخر واهم خطوه بالنسبه لي هي التعطير، والمره دي جربت النوعين دولت، ام عود وخان الخليلي، ريحتهم حلوه قوي وثابته، هما ريحتهم شرقي شويه